عمرك فكرت مين اللي بيقنع الشركات الكبيرة إنها تشتري من شركات تانية؟ ده مش بيع عادي على فكرة، ده بنسميه البي تو بي سيلز أو بنسميه البيزنس تو بيزنس سيلز. ده عالم تاني خالص غير السيلز العادي. البي تو بي سيلز دي يعني بيع بين الشركات، مش بيع للعملاء والافراد. تمام. دور البي تو بي سبيشالست او البي تو بي سيلز سبيشالست انه يفهم احتياجات الشركات كويس جدا، يقدم حلول مناسبه وبيقنعهم بمنتج او بخدمه بتبقى قيمتهم عاليه، وفي الغالب بتبقى بعقود كبيره او عقود طويله المدى يعني. في مهارات وادوات مهمه جدا لاي بي تو بي سيلز ان هو يبقى عارفها، مثلا زي سي ار ام سيستمز زي الهاب سبوت وسيلز فورس. ده طبعا شيء اساسي لاي سيلز عموما حتى لو كان بي تو بي. مهارات عاليه جدا جدا في التواصل والعرض، البرزنتيشن سكيلز مهمه قوي. القدره دايما على تحليل الاحتياجات بتاعت الشركات وحل مشاكلهم، ويبقى عنده بيسميها كده اناليتيكال مايند او عقليه تحليليه. تمام. مهارات التفاوض واداره العقود دي حاجه مهمه جدا. معرفه باساسيات التسويق والبرودكت نولج او البرودكت ماركتنج نولج. السلم الوظيفي لاي بي تو بي سيلز هو في الاول بيبقى بي تو بي سيلز ريبريزنتيف عادي جدا، وبعد كده بيبقى سبيشالست، وبعد كده بيبقى اكونت اكزيكتيف، وبعد كده بيبقى كي اكونت مانجر وسيلز مانجر، وممكن يبقى في الاخر برضه بدل سيلز مانجر بزنس ديفلوبمنت مانجر، يكون هو واخد التراك از بزنس ديفلوبمنت، لان البي تو بي سيلز والبزنس ديفلوبمنت هم تو تراكس او تو جوبز قريبين جدا من بعض في الوسط. متوسط بقى الرواتب عالميا وبنقول طبعا عالميا يعني تختلف على البلد وعلى القطاع وعلى حاجات كتير قوي. ممكن بتبدا مثلا من اول 400 او 500 دولار، وممكن تنتهي بيه الحال لحد 2000 دولار او 2500 دولار او حتى كمان 3000 دولار على حسب النيتش اللي شغال فيه، وعلى حسب البوزيشن، وعلى حسب البلد، وعلى حسب كل شيء. المستقبل طبعا للبي تو بي عموما هو مستقبل قوي جدا ومبهر وما بينتهيش. بيعتبر من اسرع المسارات كمان الوظيفيه نموا عالميا طبعا بتكلم، مع توسع بقى الشركات في موضوع الساس او السوفت وير از سيرفيس وموضوع الكلاود سوليوشنز والتقنيه، والطلب بيزيد كتير قوي على البي تو بي سيلز. فبقت دايما اغلى من اي وقت، ووظيفه مطلوبه اكتر من اي وقت تاني. لو انت عاوز بقى تعمل كارير شيفت للشغلانه دي، سواء انت شغال سيلز وعايز تبقى بي تو بي سيلز، او في العموم انت لسه مش سيلز وعايز برضه تروح للبي تو بي سيلز، لازم تبدا الاول انك تفهم مبادئ البيع للشركات مش للافراد، لان الموضوع مختلف. اتعلم دايما اعداد العروض الاحترافيه او البروبوزل رايتنج. تطور طبعا مهارات النيجوشيشن او التعامل مع الجمهور والتفاوض والحديث مع الناس. ده شيء برضه مهم جدا. خليك دايما ملم بالقطاع اللي هتشتغل فيه، ايا كان هو تكنولوجي ولا ميديكال ولا لوجيستكس، ايا كان لازم تبقى ملم بالقطاع بتاعك كويس جدا حسب المجال اللي انت داخل عليه. لو بتحب الصفقات الكبيره او بتحب الكلوزنج اوف ديل وبتحب الكوميشنز وبناء العلاقات طبعا والتفاوض ومهارات التفاوض، وتحس ان انت عملت يعني انجاز كده ولا حاجه لما انت قفلت دي، اعتقد البي تو بي سيلز هيبقى مناسب ليك جدا وهيبقى نقطه تحول في كاريرك.